هلا والله شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ طمنونا عنكم ان شاء الله زينين. رجعنا لكم اليوم توقعات مباريات الاثنين يوم 12/5. اختارينا 4 لعبات من تشكيلة دوريات مختلفة، فخلونا نبلش بالتوقعات. وقبل لا نبلش نشترك بالقناة وفعل زر الجرس فضلا وليس امرا شباب، خلي نوصل 100 مشترك. زاد شباب ما نرجع واكرر انه نشر توقعات، ممكن تصير ممكن لا، لان هاي كرة قدم اول وتالي. فانت التوقع اللي تحسه راح يعدي يعني اخته، والتوقع تحسه صعب ضيف لمستك الخاصة، شيله وضيف لمستك الخاصة اكيد. بلش بالتوقعات. اول لعبة هي لعبة فيورنتينا فينيسيا، لعبة راح تكون مفتوحة وراح تصير بيها اهداف اعتقد، وافضلية الفيورنتينا اللي جاي ينافس على المراكز الاوروبية. مع ذلك انه احنا اختارنا ما نلعب بالريسك عالي، فلعبنا ب1.5 باللعبة كلها. الاودد مالتها 1.37، يعني هدفين او اكثر. اللعبة الثانية لعبة اتلانتا وروما، الفريقين جاي يتقدم مستويات كلش حلوة. اخر 5 لعبات الروما محرز هدف، وحتى فايز على فرق قوية مثل انتر وغيرها من الفرق القوية. مع ذلك اختارينا انه كلا الفريقان سيسجل افضلية الملعب. الاتلانتا يعني روما يجيب هدف واتلانتا يحرز هدف. لعبة بالدوري العراقي شباب، لعبة مفتوحة، حتكون الكهرباء والقاسم، مع افضلية للقاسم اللي كان جاي يقدم مستويات كلش حلوة بالدوري هذا الموسم. افضلية الملعب للكهرباء. اختارينا كل الفريقان سيسجل، لان الفريقين لا راح ينافسون على الهبوط ولا راح ينافسون على صعود تحصيل حاصل. هاي تكون اللعبة. واللعبة الأخيرة غرناطة إيبار، وغرناطة وفرسته للعودة للليغا. إيبار فريق متذبذب بالترتيب وفريق ضعيف. اللعبة بملعب غرناطة، اختارينا انه غرناطة يفوز في احد الاشواط، يعني اذا ما فاز بالشوط الاول يقدر يفوز بالشوط الثاني. لاني شباب 4 لعبات الاودد مالتها حلو 6.8. كل التوفيق، ونشوفكم مقاطع قادمة. ولا تنسوا تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس. مع السلامة.